أهلاً يا جماعة، أنا إسراء وبحب أقولكم إنه الأسبوع ده امتحاناتي، فهنزل فيديوهات عن الامتحانات ده لو قدرت أنزل أكتر من فيديو في الأسبوع أصلاً. تحب تبقى أذكى طالب في فصلك؟ عايز تحسن درجاتك لكن صعب عليك تفتكر اللي درسته؟ لو كده أنت في المكان الصح. في فيديو النهاردة هشارك معاكم روتين دراسي مثالي هيساعدك تركز وتحسن ذاكرتك وتحصل على درجات أعلى في الامتحانات. سواء كنت بتحضر لامتحان مهم أو بس عايز تكون متفوق في دراستك، الروتين ده هيساعدك تتعلم بذكاء مش بمجهود. يلا نبدأ. الخطوة الأولى: كل عشاء الأول. قبل ما تفكر حتى في المذاكرة اتأكد إنك كلت أكل كويس. المذاكرة وإنت جعان وصفة للفشل، هتحس بالتعب والتشتيت وممكن تغفى على مكتبك. فكل أكل كويس حتى لو مش كتير، كل سندوتش أو شوربة أو سلطة أو شوية فاكهة. أكلات زي البيض والمكسرات والحبوب الكاملة والزبادي بتديك طاقة تستمر فترة طويلة. تجنب تاكل أكلات سريعة كتير. لو عايز طاقة سريعة ممكن تحس بالتعب بعد شوية، وده هيخلي التركيز أصعب. كمان لو هتذاكر بالليل متأخر، كوب شاي أو قهوة ممكن يساعدك تفضل صاحي، لكن خد كمية قليلة بس. لو أكتر من كده في الكافيين ممكن يخليك متوتر وقلقان، وده مش كويس عشان تتعلم. الخطوة التانية: اقفل موبايلك وأي أجهزة تانية. خلينا واقعيين، الموبايلات ممتعة بس كمان من أكبر حاجات التشتيت. سهل جدا تنتقل من مجرد شك الرسائل للتصفح العشوائي لتطبيقات زي تيك توك أو إنستجرام لساعات. عشان كده الأفضل تقفل موبايلك لتجنب التشتيت. اقفله تمام لو محتاجه للدراسة، زي استخدام تطبيق قاموس أو البحث عن معلومات. خليه على الوضع الصامت أو فعل وضع التركيز عشان تمنع الإشعارات. لو بتذاكر على لابتوب اقفل كل التابات اللي مش لازمة، لا يوتيوب، لا مواقع تواصل اجتماعي، ولا أي مشتتات. ركز خالص. الخطوة الثالثة: مساحة العمل المبعثرة بتأثر على ذهنك. لو منطقة الدراسة مليانة ورق متناثر وكوبايات القهوة نص فاضية وأسلاك متشابكة، ده ممكن يكون مرهق ويخلي التركيز صعب. الدراسات أثبتت إن المكان النظيف والمنظم بيقلل التوتر ويحسن التركيز. قبل ما تبدأ المذاكرة خد كام دقيقة علشان تنظف مكتبك. خلي معاك بس بالضروريات: ملاحظاتك، كتبك المدرسية، مقلمة، آلة حاسبة، وزجاجة مياه أو كوباية قهوة. لو كنت بتذاكر في مكان صاخب، فكر تستخدم سماعات تقليل الضوضاء أو أصوات البيئة تساعدك تركز من غير ما تتشتت. الخطوة 4: اعمل جدول زمني للمذاكرة. الجدول الزمني حيساعدك تمشي على الطريق الصح ويضمن تغطية كل المواد قبل امتحاناتك. من غير خطة سهل جداً التسويف أو التركز جامد على مادة واحدة وإهمال الباقي. إزاي تعمل جدول زمني؟ أول حاجة، اكتب كل المواد اللي حتذاكرها في الترم ده. بعدين اعمل جدول. حط المواد في الجدول، قسمها لجلسات مذاكرة بحيث ما تذاكرش أكثر من 3 إلى 4 مواد في اليوم. حط المواد الصعبة الأول وسيب الأسهل بعدين. خصص ساعة لكل مادة عشان ما تتعبيش. يوم السبت خصص جلستين مذاكرة، واحدة بعد الظهر والتانية بالليل. ممكن تاخد يوم الأحد راحتك، الراحة مهمة زي المذاكرة. الخطوة 5: جه وقت المذاكرة. دلوقتي بعد ما عملت جدول زمني للمذاكرة، تعال نتكلم عن إزاي تذاكر بفاعلية. حشارك معاك 4 طرق مذاكرة فعالة: طريقة المغازلة، طريقة SQ3R، البطاقات التعليمية والشخبطة. أول حاجة، طريقة المغازلة. عشان تعمل الطريقة دي اقرأ ملاحظاتك كأنك بتقرأ رواية. وانت بتقرأ اكتب قائمة بالأسئلة على حسب اللي قريته في دفتر ملاحظات منفصل. بعد ما تخلص قراءة الموضوع حاول تجاوب على الأسئلة. بعد ما تخلص الإجابة راجع ملاحظاتك عشان تعرف الأسئلة اللي غلطت فيها. كرر الخطوات مع الأسئلة اللي غلطت فيها لحد ما توصل لكل الإجابات الصح. دلوقتي تعال نتكلم عن طريقة SQ3 R CU3. R معناها استطلع، اسأل، اقرأ، راجع، أعد المراجعة. أول حاجة الاستطلاع.
اقرأ الملاحظات عشان تلاقي أسئلة تقدر تسألها لنفسك. مش مفروض تقرأ الموضوع بالتفصيل زي ما بتعمل في طريقة المغازلة، مجرد تصفح شغال. بعد ما تحدد الأسئلة، اقرأ الملاحظات كويس وابحث عن إجابة الأسئلة اللي كتبتها. اقرأ أجزاء الإجابات اللي عايز تحفظها. أخيراً، راجع اللي قرأته بالإجابة على الأسئلة. دلوقتي، تعال نتكلم عن البطاقات التعليمية. اعمل بطاقات تعليمية عن طريق قص شوية ورق مستطيل من الكرتون أو الورق الطبيعي. اكتب سؤال تدريبي عن موضوع دراستك على وجه الكرت واكتب الإجابة على ظهره. حاول تجاوب على الأسئلة من غير ما تبص على الإجابات. لو معرفتش تجاوب، ارجع للوجه الثاني عشان تلاقي الإجابات. بعدين كرر العملية. الكروت التعليمية فعالة جداً للمواد اللي محتاجة حفظ كتير، زي الأحياء والصيغ الرياضية والتاريخ. وأخيراً، في طريقة الرسم العفوي، وهي طريقة دراسة ممتعة وسهلة بتساعدك تتعلم بسرعة. بس الأفضل ما تستخدمهاش وقت الامتحانات. ينصح تجيب كتاب تاني جنب مذكرات الدراسة وتقراه. اقرأ ملاحظاتك زي ما بتقرأ رواية، وخلال القراءة ارسم رسومات عشوائية على الكتاب التاني بإيدك الأقل استخدام. هنا شوية نصائح زيادة. الدراسة لساعات طويلة من غير راحة مش فعالة. بعد كل ساعتين خد راحة من 10 ل 15 دقيقة عشان تنشط دماغك. اشرب رشفات من المية أو القهوة وقت المذاكرة عشان تحافظ على رطوبتك ويقظتك. كمان ممكن تشوف فيديو تحفيزي هادي لو حاسس بتوتر. أخيراً، نام كويس. الدراسة طول الليل مش صحية. لازم تنام 6 ساعات على الأقل بعد المذاكرة عشان تفتكر كل اللي ذاكرته الصبح. بالتوفيق في كل امتحاناتك. هشوفك في الفيديو الجاي.